كمان تقريبا ما من كسبوش اول ولا ماتش الدوري. على ما اتذكر، يعني هما تقريبا كانت ال5 بونت دول تعادلات تقريبا، متأكدة برضو من كده. بس وفوزوا تعادلين وبعد كده هزايم زي الماتشات يعني. بس يعني شايف ان الفرق ممكن ما تبقاش لسه مش هنلاقي الطمع الفرق في الزمالك زي ما كان بيحصل مع يعني الفترة اللي فاتت دي كلها. في اي فريق جاي يلعب الزمالك بيبقى طمعان فيه، طمعان ان هو ياخد ال3 نقط منه. لا ده كان زمان بقى، كان زمان لما اللعيبه، ما هو الطمع ده بيجي من ان اللعيب بيوحل اللي قدامه ان هو مش قادر. فانا بطمع، يعني انا لما الاقيكي مثلا انت ضعيفه فانا بطمع فيكي، لما بحس ان انت فيكي ضعف، حاسه بضعف كده، فانا بطمع فيكي. انما لما اللعيب ينزل ومش محسس ان اللي قدامه ان هو ضعيف، خلاص استحاله هيطمع فيه. بذا كده ربنا يكرم بس على ماتش اسيوط كده، وربنا يسهل بقى ان شاء الله. كنت عايز نتكلم برضه في ماتش الحدود. يعني احنا مثلا لو خدنا نقط من اسيوط والمنصورة ربنا يكرمنا، يعني مش عايزين نسبق، بس يعني تفتكر ماتش حرس الحدود يا مصطفى هيتعاد او هيتلغي او حاجة هتحصل او في قرار ايجابي يعني او لصالح الزمالك هيتاخد؟ انا عايز اقول لك يا علاء، بالنسبه لمشكله ماتش حرس الحدود، ان القوانين والقواعد ما بتتجزأش. قانون واضح وصريح في الفيفا وفي العالم كله، اللعيب اللي بياخد انذارين في المباراه بيتوقف ماتش واحد، اللعيب اللي بياخد كارت احمر مباشر بيتوقف ماتشين. تمام، من ماتشين ل4 ماتشات، اصل دي بتبقى عمليه تأديبيه. تمام، بالذات الكارت الاحمر المباشر ده بيبقى هو عمل مصيبه، فبيبقى من ماتشين ل4 ماتشات. ده بالنسبه للكارت الاحمر المباشر. فهي قواعد كده، دي ما بتتغيرش، أسس وقواعد العالم كله بيمشي عليها. انما بقى يجي واحد واخد كارت احمر لما واقفين ماتش واحد، ما ينفعش. القانون بيقول لك اللي ياخد كارت احمر مباشر بيقف يمين ماتشين ل4 ماتشات. زميل محمود عثمان اللي طرده بيقولك انا اتفاجئت ان انا لقيته بيلعب، بيقولك يعني انا اديته الكارت الاحمر، يعني خلاص اديته الكارت الاحمر وقال اديته الكارت الاحمر لسوء سلوك. لما هاني سعيد يا مصطفى اتطرد في ماتش ايه كان اسماعيلي علشان عمل خد ماتش واحد بس. ساعتها هم قالوا ايه؟ قالوا الناس استغربت ان هاني خد ماتش واحد، قالوا ساعتها لان هو اللي بيمنع هجمه بياخد ماتش واحد، لكن اللي بيطرد لسوء سلوك بياخد ماتشين. طب ما ده امال ده مطرود لايه؟ ما ده مطرود سوء سلوك. داس وقع الحكم، داس على ايده، سلم على الحكم وضغط على ايده جامد، في الاخر الحكم اداله كارت احمر في وشه. ده ما فيهاش كلام، معروفه ده عيد، حتى سواء قالوا او ما قالوش ما فيهوش قانون. ما ده نفس اللي حصل مع حسين علي في الجول. انا عايز كنت عايز اقول في الموضوع ده، ادام انت نزلت حسين علي بعد وعنده 3 انذارات وحكمت ان ثواني القرار طلع في يوم، يعني تاني يوم على طول القرار كان طلع ماشي ان الماتش للمحله وبتاع وكله تمام، يعني اللي يمشي على المحله يمشي على الزمالك، ولا هي دول ولاد البطه البيضاء واحنا ولاد البطه السوداء يعني؟ هو يعني اشمعنى ليه دايما بنفرق ما بين الانديه؟ دي انا عايز افهمها يعني. انا مش عارفه بصراحه، يعني الاجتماع اتاجل مرتين. عمرو زكي راح قال للحكم حسبي الله ونعم الوكيل، قال له حسبي الله ونعم الوكيل مش اكتر، وقف 4 ماتشات. عمرو زكي في التلفزيون شتم وظهر ان هو شتم في التلفزيون يوم ماتش البلديه، شوبير وقفوا في البرنامج بتاعه قال له ضمانه الشخصيه وعمرو زكي هتقيل. حسام عاشور شتم حكم في مره ما حصلوش حاجه. احمد حسن تعدى على حكم مباراه الاهلي وانبي السنه اللي فاتت، تعدى عليه بالضرب ما حصلوش حاجه. ليه دايما التفرقه كده في المعامله؟ طبعا دي مش جديده يعني على الزمالك واحنا متعودين على حاجه زي كده، بس واحد حسام حسن مش هيسيب حقه. بص انا لما اتكلمت مع حسام حسن قال الماتش الحرس هيتعاد، يعني هيتعاد الماتش ده هيتعاد، ده حقنا واحنا هناخده. بس مصطفى تتوقع يعني الماتش هيتعاد ولا مش ولا هيتلغي ولا مش هيحصل اي حاجه؟ الماتش الاجتماع اجتمعوا مرتين والاجتماعات اتلغت، ما اعرفش ايه اللي بيحصل يعني، عشان القرار صعب جدا انت عارف يعني. تتوقع ايه؟ هو القرار مش صعب ولا حاجه يعني، صعب عليهم. لا صعب عليهم. بتقول لي خلاص هو لعيب شارك والمفروض ما كانش يشارك 2-0 للفرقه الثانيه. صعب عليهم. الزمالك قال احنا موافقين ان الماتش يتعاد، بس هقول لك اختصار الموضوع ده يعني. يمكن الحدود مع اتحاد الكوره المصري مش هتقدر تغمض عينيك، بس هتلاقي قرارات غريبه هتطلع يعني. اصبري يعني شويه كده هيطلع قرار غريب. نقفل بقى موضوع حرس الحدود ده ونشوف بقى الزمالك بكره هيبقى فيه ايه. الزمالك الماتشات الجايه احنا بقى بنتكلم بس عن الدور الاول. عندنا ايه بقى؟ عندنا بطولة اسيوط زي ما قلنا في اسيوط هناك، ربنا يسهل. الماتش في القاهره ده اخر مباريات الدور الاول. المفروض يعني ان احنا هنكسب طبعا الماتشين دول. الفرقتين مش شايفه ان هما مستوى كويس او اي حاجه خالص، بس
شايفه ان احنا دلوقتي ناقصنا ان حاجه بقى خلاص، يعني حتى زي ما انت قلت احنا كان عندنا كل حاجه متكامله، كان ناقصنا الروح والروح جت. فاتوقع يعني ان خبر حسب في خبر علاء استقالة بقى، مش إقالة، استقالة كابتن محمد حلمي من تدريب المنصورة وتعيين الكابتن محمد صلاح. أعتقد إن دي ممكن تكون في مصلحة الزمالك، بحيث إن تغيير الأجهزة الفنية بتأثر في الأندية الشباب، بس احنا ما بنبصش لحاجة زي كده. احنا الزمالك يعني مع محمد حلمي محمد صلاح شايفين عن بعض يعني. اكيد طبعا مش هتفرق يعني. خلاص هو ربنا يسهل بس الفترة الجاية. الماتشين الجايين دول لازم نكسب، لازم ال6 بونت دول نختم بيهم علشان تكون اللعيبة تثق بقى ويكون عندها ثقة اكتر في نفسها، ونروح بالتأكيد بقى ترجع على الدور التاني كده، عشان ايه نبدأ بقى بإنبي ونرجع تاني إنبي وبتروجيت، ونرجع تاني نشوف الماتشات الجاية دي ان شاء الله نعمل فيها حاجات كويسة، يعني نقدم فيها كورة كويسة ان شاء الله يا ليا، وبتمنى التوفيق للفرقة في الماتشات اللي جاية. وطبعا احنا بنبارك للعيبة على الروح الجديد، مش على اي حاجة، يعني الروح بس وعلى الاداء. وبنبارك للكابتن حسام حسن على توليه المسؤولية، وعايزين نقول لكابتن حسام نادي الزمالك ده نادي كبير وحافظ عليه، لان ده يعني تدريب نادي الزمالك ده شرف لاي مدرب، واللعب في نادي الزمالك وهو يعني شرف. انا بدرب نادي الزمالك وده شرف ليا طبعا. ده يعني شرف لأي واحد ان هو حتى يخش نادي الزمالك نفسه، ده شرف لأي حد. عايزين الكابتن حسام تحافظ لنا على الكيان ده وترجع لنا بقى الانتصارات. احنا انت مش مطالب بأي حاجة السيزون ده، بس عايزين بس نشوف زمالك جديد عشان نستعد للموسم الجاي بقى، يبقى موسم ان شاء الله يبقى سعيد علينا بإذن الله. ربنا يكرمه ان شاء الله يا مصطفى. وزي ما هنعيد تاني بس نقول للجمهور بجد بلاش نفرح قوي، خلاص بجد شكلنا وحش. احنا بنشجع نادي كبير، بنشجع نادي الزمالك، وهنفضل طول عمرنا نادي الزمالك مهما حصل. ما ينفعش الجمهور معذور ان هو بيتصدق يفرح، بس برضو معلش احنا برضو الزمالك، حتى لو كسبنا المنصورة او كسبنا بترول اسيوط، فالمفروض ان ده يكون الطبيعي، ما مش هيكون في حاجة جديدة حصلت، ده الطبيعي ان احنا المفروض نكسب. فمش عايزين نفرح قوي كده لما نكسب او نتعادل او اي حاجة. ان شاء الله الفترة الجاية تكون احسن، ويكون انتصاراتنا كتير ان شاء الله يا مصطفى. احنا خلاص كده ان شاء الله لو كملنا كده برضه يا لا ان شاء الله كاس مصر هيبقى في متعوب ان شاء الله. ربنا يكرمنا ان شاء الله. احنا كده يا مصطفى خلصنا النهارده، وانا بشكرك، واستنونا بقى في حلقة جديدة ان شاء الله. شكرا يا الاء، وانا بشكرك برضه يا الاء، وبشكر مستمعي 30 دقيقة الزمالك، وان شاء الله نستناكم في حلقة جديدة الاسبوع الجاي.